وصلنا موضوع جديد اللي هو الفصل الثاني المحاضرة التاسعة، هي موضوع اللوشاتلية. موضوع اللوشاتلية يعتبر من المواضيع المهمة والثابتة الوزارية. أنت لما تجي تضبط هذا الموضوع لازم تعرف هو شنو اللوشاتلية. اللوشاتلية هو عالم، هذا العالم إيده فارغة. إيش سوى؟ إجا صعد التانكي فوق، صار سطح بيتهم، شاف التانكيات الاثنين، وعلى هذا المبدأ صنع قاعدة لوشاتلية. شنو هاي المبادئ أستاذ؟ اللوشاتلية تنقسم إلى قسمين. قسم اسمه حالة الاتزان، قسم اسمه حالة الاتزان، والقسم الآخر اسمه ثابت الاتزان. حالة الاتزان شنو؟ ثابت الاتزان. حالة الاتزان بمعنى اتجاه التفاعل. يعني حالة الاتزان لما اجي اقول لك ما هي حالة الاتزان، معناته ما هي اتجاه شنو؟ التفاعل. اما بخصوص ثابت الاتزان قصدي بها كي يكون اما يزداد او شنو؟ يقل. هذين الاثنين. حالة الاتزان تنقسم إلى 4 أقسام، لكن محاضرتنا اليوم راح نجي نشرح 3. أول شيء حالة الاتزان تنقسم إلى، أول نقطة راح نجي ناخذها اللي هي إضافة وسحب. أول شيء ايش راح ناخذ؟ إضافة والسحب. الشغلة الثانية اللي راح نجي ناخذها اللي هي الضغط والحجم. والشغلة الثالثة محاضرتنا اليوم هي عامل المساعد. اكو تسمية بسيطة لها بعدين شوف. تمام؟ فهنا ايش راح نقول؟ اول شيء اضافة، وشنو يا شباب؟ سحب، وراه الضغط والحجم، وراه العامل المساعد. اول شيء راح نجي نبلش بيها هي الاضافة والسحب. استاذ اول شيء شلون يجي نمط الوزاري مالته؟ نمط الوزاري هسه راح اجي اكتب لك اياها. سؤال يقول لك ما هي تأثير العوامل التالية على حالة الاتزان؟ ويقول لك وثابت الاتزان، لكن احنا حاليا وين طامسين؟ بعد ما ماخذين ثابت الاتزان. تمام؟ يعطيك معادلة A زائدا B رايح جاي 3C. تمام شبابنا؟ يقول لك اولا إضافة مزيد من A، ثانيا سحب 3C، ثالثا زيادة الضغط، رابعا إضافة عامل مساعد. أنت شو تسوي؟ تيجي تكتب كلاميا، تشرح له شو يصير من أضيف للزيادة من أي، شو يصير من أجي أسحب الكمية، شو يصير من أجي أزيد الضغط، وشو يصير من أضيف العامل المساعد. هذا شو يسمونه؟ يسمونه النمط الوزاري. طبعا هو اكو عدة انماط، لكن احنا حاليا بالنمط الاول. احنا على ما نجي نحل السؤال لازم اول شيء نعرف الاضافه والسحب شنو معناته. زياده في الضغط او نقصان في الضغط لازم نعرف شنو معناته، واضافه العامل المساعد شنو معناته. فاول شيء راح نجي نبلش به هو عمليه اضافه. عمليه شنو؟ عندي هنا تانكين، هاي التانكي الاول
وعندي هنا التانك الثاني. تمام شبابنا؟ اثنيناتهم مربوطين ببعضهم ببواري. شايفين تانكات وسطحنا صح ولا لا؟ تانكات وسطحنا مربوطات ببواري، بوريات اثنين. خلينا نجي نصعد فوق يا ساتر. هنا واحد وهنا هيك تكون عملية. تمام؟ ايش سويت انا؟ جبت بوري، هذا البوري مالتي. اي الحنفيه البوري شنو؟ الحنفيه. ايش سويت؟ فتحت البوري، راح يجي ينترس التانك. من ينترس التانكي هل من المعقول يصعد فوق بعدين ينتقل للجهه الثانيه؟ اعتبروا هذا متفاعلات وهذا نواتج. اذا اجي اضيف للمتفاعلات وين راح يروح المي؟ للنواتج. زين اذا ضفت مي للنواتج وين راح يروح؟ فاذا هنا عمليه الاضافه عمليه عكسيه. اذا اجي ضفت الماده، فانا مثلا مو قلت لكم اضافه مزيد من اي؟ من اجي اضيف للاي وين ضفته؟ للمتفاعلات. وين راح يجي يتجه التفاعل؟ فهنا عمليه الاضافه هي كالاتي: اذا اضيف للمتفاعلات وين يروح؟ واذا اضيف للنواتج وين يروح؟ هي هاي عمليه الاضافه. زين استاذ انا شو جاوبه؟ انت من تدري شو تجاوبه؟ تكتب له عند اضافه، مثلا ضفت للمتفاعلات، مثلا هذا الاي ضفت للمتفاعلات صح؟ عند اضافه او عفوا بعد اضافه كميه من الاي سيتجه التفاعل من المتفاعلات للنواتج. زين يجي يقول لك السبب. يجي يقول لك السبب. السبب مالته بسيط. البسيط اللي هو من اني اجي اضيف عفوا ضفت للمتفاعلات واتجه للنواتج، لان المتفاعلات صار عندها زياده. انا شنو؟ زياده. فسبب العمليه هي بسبب زياده الحاصله في شنو يا شباب؟ في التفاعل. لين صار زياده بالتفاعل اتجه التفاعل من المتفاعلات الى النواتج. وضحت الفكره يا شباب؟ هذا شنو كان؟ عمليه الاضافه. زين والسحب استاذ؟ السحب يختلف امره. السحب جوعان. السحب ايش فيه؟ جوعان. من يريد يسحب شغله يجوع. تمام؟ يعني عمليه السحب ثانيا عمليه السحب دائما اشبهها بعمليه شد الحبل. عمليه شنو؟ شد الحبل. انا عندي هنا شخصيتين. الشخصيه الاولى اسمها احمد، وقاعد يلعب ويا الشخصيه الثانيه اسمها شنو؟ قول محمد. احمد قاعد يسحب محمد. قاعد شو يسوي؟ يسحب محمد. فمن يسحبه؟ وين يسحبه؟ بجهته صح لو لا؟ فهنا احمد من سحب محمد راح يجي يتجه التفاعل نحو وين؟ نحو المتفاعلات. يعني هذا متفاعلات وهذا شنو؟ نواتج. فاحمد من سحب راح يجي يسحب التفاعل من النواتج المتفاعلات. زين استاذ ليش؟ عند السحب الشخص اللي يسحب او الماده اللي تسحب تعتبر جوعانه. عنده نقص. هنا بعمليه الاضافه شنو كانت؟ بسبب الزياده الحاصله. اما بالسحب لا، بسبب نقصان الحاصل في التفاعل. واضحه الفكره؟ فاذا طبعا هذا خلوه اخر شغله نحله. هنا راح اجي اقول لك شنو السبب عمليه السحب؟ وذلك بسبب، ركزوا، وذلك بسبب نقص
الحاصل في التفاعل. استاذ انطيني معادلات نفهم عليها، يلا وياي بالي. عندي معادله A او نجي معادله ثانيه N2 زائد 3H2 رايح جاي ينطيني 2NH3. واضح شبابنا؟ اجيت بالسؤال قلت لك اضافه زياده من N2، حسين شو تقول لي؟ من اجي اقول لك عفوا اضافه زياده من N2 شو تقول حسين؟ من اجي اقول لك اضافه زياده من N2 وين يتجه التفاعل؟ عافيه. من اجي اقول لك اضافه زياده من نيتروجين، مصطفى لا تصفن وياي. من اجي اقول لك اضافه زياده من نيتروجين راح تجي تقول لي استاذ ترى التفاعل يتجه نحو النواتج. زين ليش؟ يصير زياده الحاصله بالتفاعل. وضحت الفكره؟ واضح مصطفى؟ عبد الرحمن ويانا؟ زين ها. هسه انا وانت رايحين المطعم، تمام؟ قلت لك يابا محمد جوعان، انت شو تقول لي؟ لا والله مو جوعان. اقول لك اوكي انا راح اجي انزل اكل وانت تباوع علي وانت راح تظل تجوع، تمام؟ وانت ايش سويت؟ سحبت الاكل من عندي. زين هاي العمليه شو يسمونها؟ عمليه السحب. ليش سحبت؟ لان جعت، صح لو لا؟ هي عمليه الجوع شنو يعني؟ نقص في المعده، صح لو لا؟ بسبب نقص الحاصل بالتفاعل. وضحت الفكره؟ فهمتها؟ هذا المختصر المفيد مالتي. واضح ابويا؟ تمام شبابنا؟ زين هذا اذا قال لي اضافه زياده من NH. زين اذا اقول لك اضافه زياده من NH3 مصطفى؟ NH3 اي التفاعلات الجيل او الجيل ضفت للنواتج. وين تجي؟ على التفاعل. زين ليش؟ زياده الحاصله بالتفاعل. اي حول مباشره. اوكي؟ زين سؤال اخر. انت اذا اجي اضيف او عفوا اسحب من نيتروجين، سحب وين يتجه؟ حلو. زين ليش؟ هو صح قلت في البدايه، هو بالمتفاعل قاعد يسحب من المتفاعلات، تمام؟ زين ليش؟ ليش قاعد يسحب؟ بسبب نقص الحاصل في التفاعل. عمليه الاضافه عمليه عكسيه. عمليه الاضافه عمليه عكسيه. اذا ضيف للمتفاعلات وين يتجه؟ زين اذا ضيف للنواتج وين يتجه؟ هاي عمليه الاضافه. اما عمليه السحب اذا تسحب من المتفاعلات يتجه نحو، واذا اسحب من النواتج. وضحت الفكره؟ السحب نفس الجهه والاضافه عكس الجهه. هاي شنو كانت؟ الاضافه والسحب. زين نجي هسه على عمليه الاخرى، زياده في الضغط. ثالثا زياده في الضغط ونقصان في الحجم. شنو استاذ؟ شاب الحجم على الضغط. هسه انا اقول لكم نسوي جزئين. ثالثا نقصان في لا هو مال الضغط نفسه. نقصان في الضغط شو يصير به؟ زياده في الحجم. الحجم والضغط لازم 24 ساعه سوا، لكن كل تاثير يعتمد على شغله. كل تاثير شو يسوي؟ يعتمد على شغله. فمثلا اضافه والسحب كان يعتمد على التركيز، لكن وياي ركز وياي، اما الضغط والحجم يعتمد على شغله واحده اللي هي دلتا ان جي.
راح اجي ارجع اشرح لك الدلتا ان جي من جديد، واريدك تركز وياي. عندي 3 معادلات، A زائدا B رايح جاي ينطيني 4C، وعندي معادلة أخرى 4C رايح جاي A زائدا B، وعندي معادلة نقدر نقول الأخيرة A زائدا B رايح جاي 2C. تمام شبابنا؟ استخرج لي دلتا ان جي مال كل معادلة. ايش راح تقول لي؟ تقول لي استاذ دلتا ان جي يساوي النواتج قد ناقصا ويساوي اشارته شنو؟ ركز عليه زين بالين. نجي هنا دلتا ان جي يساوي 1 زائد 1 ناقصا ويساوي، اما هنا دلتا ان جي يساوي هنا ايش قد؟ ناقصا ويساوي. كل واحد بيهم حكايه وكل واحد بيهم قصه، لازم نجي نعرف القصه مالتهم. تمام؟ فهنا اذا طلع لي دلتا ان جي موجب، اذا طلع شنو؟ دلتا ان جي موجب، يا جهه اكبر برايكم انتم النواتج تكون من يكون دلتا ان جي موجب 2 النواتج اكبر من المتفاعلات. بعد هاي المعادله المتفاعلات اكبر. لمن يكون دلتا ان جي شارت سالب المتفاعلات اكبر من النواتج. تمام؟ زين هذا شنو؟ حالة الاتزان، تفاعل متزن. وانتم لا تنسون الضغط والحجم يتاثر بالدلتا ان جي، يعتمد عليه، يعني يعتمد على عدد المولات الماده. واضح الفكره؟ اذا النواتج اكبر شيء يصير، اذا المتفاعلات اكبر شيء يصير، واذا صفر شيء يصير. نبلش اعطيكم كليشه ثابته على زياده الضغط ونقصان في الحجم، لكن راح اجي انطيك مثال عليه. شايفين البطل مال المي او الاسفنجه؟ الاسفنجه اسهل. الاسفنجه من اجي اضغطه، يعني زيدت الضغط صح لو لا؟ من اجي ازيد الضغط حجمه شو يصير بيه؟ راح يقل حجمه صح لو لا؟ طالع عند زياده في الضغط الحجم شو يصير بيه؟ يقل الحجم. ولكن فتحت ايدي عن الاسفنجه يكبر الحجم والضغط ايش صار بيه؟ قل الحجم. هنا بقاعده لو شاتليه عند زياده في الضغط يقل، وعندنا نقصان في الضغط يزداد الحجم. فانت ايش راح تسوي لي؟ تكتب لي كليشه، هاي الكليشه تمشي عليها، يعني اعطيك جاهز انت شو تسوي؟ بس تملي الفراغ. اوكي؟ فانت شو تقول له؟ عنده زياده في الضغط، عنده زياده في الضغط يقل الحجم ويتجه نحو عدد مولات الأقل، أي يتجه باتجاه فراغ على حسب المعادلة. تمام؟ على حسب شنو؟ معادلة. أما نقصان في الضغط ايش تكتب لي؟ عنده نقصان في شنو؟ في الضغط. شو يصير بالحجم؟ يزداد الحجم ويتجه نحو عدد مولات ايش بيها؟ الأكبر، أي
يتجه نحو فراغ. على من يعتمد؟ يعتمد على المعادلة. زين، خلينا نجي نكتب معادلات هنا اثنين. A زائدا B رايح جاي ينطيني 3C، أو نفس المعادلة 3C رايح جاي ينطيني A زائدا B. هنا نفس الشيء، A زائدا B رايح جاي ينطيني 3C، و3C رايح جاي ينطيني A زائدا B. ينطيك بالسؤال هاي المعادلات، انت تكتب اللي باللون الاسود، تكتب اللون الاسود، ويبقى لك شنو؟ فراغ. هذا الفراغ شلون تمليه؟ على حسب المعادله. فهنا باش يقول لك عند زياده في الضغط ونقصان في الحجم يتجه نحو عدد المولات الاقل، اي يتجه باتجاه فراغ. زي مثلا اذا انطالي هاي المعادله، منو عدد مولات اقل؟ متفاعلات، صح لو لا؟ فانت هنا ايش تكتب لي؟ متفاعلات، بس تكتب لي متفاعلات. عمل فراغ تكتب لي متفاعلات. زين، عند زياده في الضغط يقل الحجم ويتجه نحو عدد المولات الاقل، اي يتجه باتجاه فراغ. انطاني معادله جوهر، يتجه نحو النواتج. بس نواتج او متفاعلات. وضحت الفكره هسه؟ يعني انت هاي كليشه تكتبها والفراغ. بالفراغ تعتمد على المعادله. زين، نقصان في الضغط وزياده في الحجم. عندنا نقصان في الضغط يزداد الحجم ويتجه نحو عدد المولات الاكبر، اي يتجه نحو فراغ. يا هو عدد المولات اكبر؟ نواتج، صح؟ اذا يتجه نحو النواتج. زين، المعادله الثانيه تفاعلات، اذا يتجه نحو المتفاعلات. وضحت الفكره؟ الامر سهل ما بي شيء، ما يحتاج تستصعبونه هوايه، وموضوع وزاري ثابت كل سنه. واضح الفكره؟ ممكن اذا جاك سؤال ممكن يعطيك 7 درجات عليه، ممكن اذا جاك سؤال ممكن 10 درجات عليه، ممكن 5 درجات. يعني هذا الموضوع ما يقل يعني ما يقل اكثر من 5 درجات. اوكي؟ زين. هذا السؤال ذا. هذاك النمط مالته. تمام؟ هيك نمط مالته. يعني يحكي لك ما التاثير وما العوامل السؤال. ها؟ مو مسائل شرحيه جاوبه. على حسب فهمك، يعني ما يحتاج شيء حفظ. اي على حسب فهمك. زين. وصلنا الى اخر حبايه اللي هي عامل المساعد، اللي هي اني اسميها ام عباس. اكو واحد الله مفين حظه، تمام؟ متزوج، بس شنو حب له وحده ثانيه، يعني خيانه. هذا راح يقتل ابنه، يزوج الثانيه يخطبها، فراح على بيت المراه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا زوج ابنه على سنه الله ورسوله تقبلون لو لا؟ انت ايش تشتغل؟ تدرون هاي السوالف مال الخطوبه. قالوا نعطيك بشرط. قال شنو الشرط؟ انه لازم تكمل دراسته. شو وقت تكمل دراسته؟ طلعت ابني تدرس طبعا يعني بعد 10 سنوات. انا وانضربوا له. شو يسوي؟ شو يسوي؟ طلع من بيتهم ضايج ومقهور، روحه طالعه. ايش سوى؟ ايش سوى؟ راح يعني مشى من المنطقه ولقى جوارينه. شافه قال له ايش بيك ضايج؟ سأل ايش بيك ضايج؟ قال والله سافر كيت وكيت وكيت. هاي السالفه. قال ليش تضوج نفسك؟ تعال اوديك على وحده. من وين؟ قال اوديك ام عباس. قال منو ام عباس؟ قال ام عباس السحاره. الفضيحه منتشره بالجروب كله هو. فما عليه، اقطع كلام. يلا
خير خير يلا. فبالي خلينا نجي نكمل. فراح يم ام عباس قال يا يابا خاله شلونك اخبارك امورك؟ قالت والله زين. قالت تفضل ايش عندك؟ قالت والله السالفه هيك وهيك واريد احل السالفه. شنطته انططه خرزه مال محب. قال روح منا 10 ايام انت خاطب ومتزوج وساكنه ببيت واحد منه. يعني هو بدل ما ينتظر 10 سنوات ايش قد كملها؟ 10 ايام. العامل المساعد هو هذا نفس الشغل. عامل المساعد تعريفه شو يقول لك؟ يزيد من معدل سرعة التفاعل. فاكر شباب التفاعل الأمامي والتفاعل خلفي. أي أنه لا يتأثر لا على حالة الاتزان ولا ثابت الاتزان. شنو معناته استاذ هذا؟ البنيه من راح يخطبها وتزوجها ب10 ايام البنيه تغير شكلها؟ الولد تغير شكله؟ صار حلو؟ لا هو نفسه اسود. تمام؟ والبنيه بقى نفسه والولد بقى نفسه. فعامل المساعد شغله شنو؟ يزيد معدل سرعه التفاعل. يزيد معدل سرعه التفاعل. بدل ما انتظر 10 ايام 30 يوم 10 سنوات اقدر اكمله باقل وقت من خلال اضافه العامل المساعد. استاذ من يجيني بالسؤال الوزاري شلون اجاوبه؟ جواب بسيط ولا تكثرها، بس تجي تكتب التعريف وانتهى. بس اي هذا السؤال، هذا احد الاسئله او احد الانماط، بس هو اكثر شيء بالي نجي نجاوب. هسه احنا مو كملنا هذا كامل. عندكم اشكاليه به؟ مصطفى عندك اشكاليه؟ زين مصطفى عبد الرحمن متاكد؟ عمر قول والله. زين نجي هسه نجاوب على هذه الاسئله. ما هي تاثير عوامل التالي على حاله الاتزان؟ قايل لك اولا اضافه مزيد من الاي. الاي وين موجود شبابنا؟ با الاي وين موجود؟ بالمتفاعلات. ضبط للاي محل النواه. شو تقول لك؟ يتجه التفاعل من المتفاعلات الى نواتج. اذا راد من عندك السبب بسبب الزياده الحاصله في التفاعل. تمام؟ هذا بس حاله الالتزام، ما ذكرنا ثابت الالتزام، لان محاضرتنا اليوم بس على حاله الالتزام. السحب السي وين موجوده؟ مو قلنا السحب نفس الجهه؟ هو وين موجود السحب؟ يتجه التفاعل نحو النواتج. واذا قال لك السبب بسبب النقصان الحاصل في التفاعل. واضح الفكره شبابنا؟ زين قال لك زياده الضغط. عند زياده في الضغط يقل الحجم ويتجه نحو عدد المولات الاقل، اي يتجه باتجاه وين يتجه؟ لان عدد مولات اقل. هو هذا لان عدد مولات اقل. ما اعطيتك السبب كل مره واحده ما يكفي شيء. زين اضافه عامل المساعد شو جاوبه؟ مو ما تكتب لهم عباس. لا تجي تقول له يابا عامل المساعد ام عباس يزيد من معدل سرعه التفاعل الامامي والخلفي، اي ان التفاعل لا يتاثر لا بحاله اتزان ولا ثابت اتزان. خلاص اي هاي لو شفت لكم. تمام؟ واضح الفكره؟ عندكم سؤال عليه؟ هاي قصه محاضرتنا اليوم. المحاضره الجايه راح نجي نكمل حاله اتزان ودرجه الحراره، والدرس الجاي
ها؟ اي درجه الحراره، هو درجه الحراره يحتاج محاضره كامله. اوكي؟ المحاضره اللي وراها نحل الاسئله الوزاريه، وراها نجي نشرح التعاليل، ورا ما نكمل التعاليل مراجعه للفصل الثاني كامله، بعدين امتحان. تمام؟ طفي هذا يلا.